الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. صلوا على الرسول. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. معكم قناة أسرار المطبخ الصعيدي. قبل ما ابتدي الفيديو ما وصكمش بلايك أو إعجاب للفيديو علشان خاطر فيديوهاتنا تنتشر وتتشاف بقى يعني وتسعدوني ان شاء الله باذن الله. الفيديو ده فيه اللي هو المصلحه اللي بقضيها فوق السطح، يعني على في السطح وفي مصلحه البيت كله، فيعتبر تشجيع، بنشجع بعضينا، بنقوي بعضينا على مصالحنا، يعتبر كله على السطوح. بيقولك الخدمه البدريه منسيه. انت تبتدي بدري، تصحي بدري، تسمي بالله، هتلاقي مصلحتك اتقضت والله. اذكري الله على طول، اذكري صلي على الرسول، هتلاقي مصلحتك كلها مقضيه، وتلاقي بركه في ايديك وبركه في الوقت كمان، هتلاقيكي انجزتي كل حاجه. لقيت الدنيا بردك تحت فوق، رحت جبت يعني تحت قصدي في البيت، رحت جبت اكلي وعملنا فطار فوق السطوح وغسلت المواعين. يلا نبتدي الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى انا جايبه الميه دي تبقى دافيه، يعني ميه الطيور ما تطلعيش بيها في البرد ده، دافيه. كده انت مدفيه الفراخ او الطيور اللي بتاعتك مبيتاهم، فبالتالي هيطلعوا يعني دافيانين، ما ينفعش يعني على طول اتلقاهم بالميه البارده. فانا بجيب ميه من تحت من السخان، بجيبها ميه دافيه كده، بعصر عليها ليمونه اللي معايا ما عندي، احط فيها شويه كركم، احط شويه عليها اي اعشاب مثلا يعني، وشويه خل، حته خل، يعني مره خل مره ليمون مره كده، وارمي القشره فيها. يعني بنحاول يعني زي ما قد ما نقدر بقى نرفع مناعتهم، علشان اديك شايفه طيور، ونحاول نتقوى بس على ارزاقنا، وربنا ربنا ان شاء الله يرزقنا جميعا. هنا طبعا هنا اللي بحضر للمكان الكتاكيت. انتوا عارفين ان انا جبت كتاكيت ساسو صغيره، وعشان خاطر رمضان، بيقولوا لي مش هتلحق رمضان. يلا نشوف بعد ما مع بعض هتلحق ولا ما تلحقش. وان شاء الله باذن الله بمشيئه الرحمن مع بعضينا ببركه ربنا ان شاء الله باذن الله هتلحق ان شاء الله. والشهر الكريم هتلاقيها لحقت ان شاء الله، وهتملى البيت بركه. انا جبت 17 كتكوت ساسو، اللي هم ادهم لي ب200 جنيه. تمام. عمر يوم هم اهو، بصي بطلقهم ده تقريبا كان لهم 3 ايام. ماشي. انا طبعا اتلقيتهم على المية بالسكر يومين 3 كده، او اول يوم بس كفاية، او تاني يوم. بعد كده بتبتدي برضه، وبعد كده تلقيتهم بالمية الدافية مع الليمون كده، عشان خاطر برضه زي مضاد حيوي، وطهر المعدة بتاعتهم. هنا بقى اللي دول البطات. بصي البطه الصغيره دي بطه سوداني، اللي هي اللي هي من طلع البط اللي في البيوت. بس يعني انا صراحه كسلت، هما كانوا 2، حطيتهم مع الكبار هنا، قلت يتربوا مع بعضيهم، هركوها، فده غلط مني خلاص. اللهم صل عليك سيدنا محمد. ده كسل وده غلط. الكتاكيت اوعى داخلي طيره على طيره خلاص. وده طبعا البلاص زي ما انتوا شفتوه، ده الفيديو ده لوحده انا عملت بلاص المش، جهزت البلاص المش، عملت بلاصين معاكم برضو في نفس في الفيديو، في فيديو تاني ان شاء الله هينزل لكم، وجهزت لكم وجاوبت فيها على الاسئله كلها اللي سالتوهاني على المش. طبعا هذه الميه شايفين، بص البخار طالع منها ازاي، ده احط اللي بقى للبطات، حطيت لي الكتاكيت، احط للبطات، عشان برضو دول بط رمضان، ويا رب ان شاء الله. وبيقولوا لي برضو مش هتلحق، ان شاء الله تلحق باذن الله، ربنا يبارك يا رب. بصوا نزلوا على الميه بقى، رجلوا اول حاجه الميه دي فيها مليانه ليمون، زي ما قلت لك هتحطي ليمون، تحطي ينسون شويه، تكون غاليه شويه شاي تحطيهم. بصي اللي معاكي شويه كركم، يعني يوم كذا يوم كده ويوم كده ويوم كده، واديكم كمان دلوقتي شويه كده، وهتلاقيني قطعت لهم شويه بصل، عنق بصل كده كده هيترمي، كده كده هملي لهم معدتهم بيها، وكله ده مضاد حيوي خلاص. المهم بص كلهم ظهروا. بصي البطايه دي بقى، استنى هنمسكها، مسكناها طلعناها الكبيره علشان ما تعفرتهمش، يعني خلوهم يرسوا كده على اكلهم، ياكلوا ويملوا بطونهم. هنا البط الكبير بقى ما حرمناهوش، رمينا له شويه خضره لهم، بيجروا علينا على الخضره. بصي وهنا بقطع لهم شويه البصل دول، عنق البصل تساعد معاهم، ومنا زي مضاد حيوي، ومنا تملى معدتهم. والبط ده اديله اي حاجه، هو ده بصي الحاجه بتاعت البيت، بينظف معاك البيت صراحه. اي حسنه في البيت كده بترميها، اي بواقي اكل بترميها، بيساعدك، هو صراحه بينظف الدنيا. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد.
المهم اديكم شايفين، بص بينزل على المي، بصي بيشرب ويبلع بالميه اللي فيها ليمون وياكل بصل وكده. ده كله مضاد حيوي، وربنا يبعد عنا الامراض والفيروسات صراحه. سبحان الله، لما بتبقى مربين وكده بتجيلك شوطه، ساعات الشوطه دي ما يعلم بها الا ربنا، ربنا يكفينا شرها. بس اهم حاجه رفع المناعه، الدكتور قال لي اهم حاجه رفع المناعه. سيبك من الادويه، سيبك من اي حاجه، اهم حاجه مناعتهم تبقى قويه. ممكن حتى لو جه الفيروس ده ما بياخدهمش كلهم، يعني ما بيموتش كلهم. قلت لازم اخلي شويه الكتاكيت الصغننين كده، رميت لهم شويه هم، علشان برضو مع ان دول اساسه بس هيلعبوا في البصل كده يعني قد ما يقدروا ياكلوا منهم ياكلوا خلاص. رحت قلت ده الدنيا دافة فوق. رحت جبت المواعين بتاعت في الحوض تحت بتاعت المطبخ، فضيت الحوض. قلت والله العظيم لا اجيبه واغسله هنا في الدفا. وكمان قلت قبل ما ابتدي يتلوث الحوض ويدنسس، اقطع الجبنه اللي في الشنده، عشان خاطر قبل ايدي ما تدنسس وكده. فهنا الملح ده بصي، بس لازم اسيب كيس ملح فوق على المطبقيه بتاعت السطح، علشان خاطر هو يبقى مربوط ويبقى نضيف وكل حاجة، عشان ما شيلش كذا شيلة وحط يعني من تحت. المهم اطلع الجبنة بقطعها ماشي. اوريكم والله العظيم دي ليها يومين في الشند على فكرة، وقلت هلاقيها حطبة بصي زي الزبدة ما شاء الله. حاجة البيت طبعا نظافة وتمام، واحنا بصي لافينها بالقماشة دي، مفيش حتة عفرة فيها، يعني نظيفة الله اكبر. كمان بنصفي اللبن كمان بصراحة والله بطرحة، يعني مش بقول لك شاشه ولا حاجه، قماشه نظيفه عندك في البيت وبعملها. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بصي بملحها ملح خفيف، احنا ما بنحطش ملح فيها في الاول، لا بنملحها بصي زي الزبده ما شاء الله، مش مستحمله ايديا. رغم ان دي بتاعت الشتاء، بتاعت الشتاء بتبقى حلوه بتاعت طوبه، بس انا صراحه قلبتها شويه على النار عشان خاطر تمصر معايا، ما تمهاش معايا وتحرر كده وما اعرفش المها في الشده. المهم اللهم صل عليه يا نبي، دي بركه في البيوت الحاجات دي. اللهم صل على محمد. برضو لفيت كيس الملح وهشيله برضو، علشان بستعمله على طول. بصي في فتات جبنه روح رميتها على اكل البطاط. جيت بقى اغسل، لازم الشنده تتغسل كويس اهي، القماشه، وغسلت الشنده غسله كويسه، علشان خلاص هشيلهم. لو احط فيهم حطه تاني احط على طول، لكن لا انا ما فيش لبن دلوقتي شاكل، فرحت سيبتها تنشف، نشرتها في الشمس اديكم زي ما انتم شايفين، ودعكت الشنده دعكه حلوه بالليفه الحديد دي، الله اكبر. ونفضتها ورحت علقتها مكانها، علشان المفروض في الشمس كمان، بس انا قلت خليها دلوقتي هنا لحد ما بحطها انا في الشمس. جبت بقى المواعين وفضيت الحوض، وبص الحوض بقى انا دعكته في الفيديو بتاع المش، في الفيديو بتاع المش ده دعكته دعكه حلوه، كان مش نظيف، لا دعكته وقلت يلا بالمره طالما احنا عملنا، وطالما انا ايدي متلوثه بالمره او كده، رحت دعكته. اللهم صل عليك سيدنا محمد. رحت اديني ابتديت في المواعين في الدفا ده. انت ما تعرفوش ان انا جبته في الشمس، ووريتكمش منظر الشمس على المواعين ازاي، يعني انا واقفه كده الشمس جايه عليا ودفيانه يعني، ولا ما بقاش بردانه وسعانه تحت في المطبخ. اللهم صل على محمد. دعكت الصينيه الكبيره. المهم ابتدي ادعك الكباب الاول عشان الزفاره وكده. بصوا هي واقفه والله كاني يعني كاني في تكييف، انا في الشمس مدفياني، فمش حاسه بسعوده الميه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. متعه يا جماعه. والحاجه اللي ما يكون مثلا في نعناع، مثلا كان نعناع كان اكل ولا حاجه، ارميه للبطاط على طول جنبي، يعني ملوث تحت، يعني المطبخ تحت زي الفل نظيف، ببقى منظفة أول بأول يعني. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بصوا اهو ارمي في بقدونس هنا في الحلة، رحت رميته على البطاط على طول. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. والشمس جاية عليا وتمام التمام، دفيانة فل الفل. ده كله ده لسه مفطرناش، كله ده كان بدري. شوفي الخدمة البدرية منسية، خدوا حاجة ما خدوش حاجة، يبقوا زي الفل، هيبقى بص زي اللؤلؤ كده، المواعين نظيفة الله أكبر. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. والله الحوض ده منظف علينا وموفر علينا جامد على بس تحت. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. صلوا على الرسول. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لايك للفيديو، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك في القناة للناس اللي جديدة أول مرة تشوفني، علشان خاطر يعني أوصل لعدد كبير منكم، والقناة شوية تكبر عشان خاطر معنوياتي تعلى معاكم. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. المهم بص الفيديو، اوعوا يفوتكم الفيديو بتاع المش، انا عملت فيديو تاني للمش،
اللي هو عملت فيه جددت البلاصين، البلاص الله اكبر طالع المش كهرمان كهرمان. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ولا دودة ولا اي حاجة، ما شاء الله تبارك الرحمن. وفاجأ بعد كده اشوف حاجات على النت كده، كيلو المش اللي ب80 واللي ب75، المش ان الناس بتشحت لبعضيها، مش عارفة، والنص بكام والكيلو بكام. الله، لا اله الا الله. فقلت والله العظيم لجدد المش معاكم واجاوب لكم فيها على الاسئله كلها، اوعي يفوتكم فيديو المش. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. لاني سالت فيه كتير كتير، وناس استحلفتني بالله ازاي عدت البلاص، برضو مجاوبه لكم فيه. بس الله، خلصنا اهو المواعين بتاعتنا اهي. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. دي بقى طاسه التحمير ماشي بتاعت الطيور وكده، فمش مش راضيه تنضف من تحت. بعدين نبقى نشوف لها ننضفها باذن الله مع بعضينا كده، نشجع وننضفها كويس من تحت. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص هسلك الحوض واحوش الدندسه اللي فيه، اي لسلسه كده فيه، علشان خاطر احط بقى المواعين عشان اشطفهم، عشان يفك معايا الريمه اللي فيها وما تثبتش. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. اهم حاجه الشطف، اهم من الدعك كمان، عشان خاطر البريل ده مضر. مش البريل يعني، عموما اي حاجه دي مضره. المنظفات دي عموما مواد كيماويه برضو. الصينيه بصي الله اكبر عامله زي المرايه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص الشمس جايه عليا، الله اكبر. كل كده انا في الشمس، بس مش غير ايديا بس اللي تحت الحنفيه. لان اصعب حاجه انك يعني تغسلي بالميه اللهم صل عليك سيدنا محمد. الميه السخنه بتتعب الاعصاب، فانا ما بستعملهاش صراحه. حتى لو تحت بعمل ميه بارده. اللهم صل عليك سيدنا محمد. كتري البريل كده وتلاقي نفسك اللي ما فيش لسلاس ولا حاجه في المواعين. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص حسيت فيه لسلاسه في حاجه، رحت رجعت جبت شويه بريل عليهم وبقيت زي الفل. اطلع الحاجه من تحت ايدي زي العسل. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص خدوا حاجه مني ولا حاجه. بص اوريكم في الشمس بيلمعوا ازاي وبيضووا ازاي وانا دافيانه. اللهم صل عليك سيدنا محمد. بص اوريكم الطبيعه انا فين. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. خلاص قرب يخلص اهو. خلصوا ادي المواعين. خدوا حاجه ولا اي حاجه. والغطا ده كل ما اعمله يقع، كل ما اعمله يقع. ثبته يقع واجيبه ويتغسل تاني. بصي ما شاء الله. بصي الله اكبر الله اكبر. عاملين زي اللؤلؤ، الكوبايات والحاجات عامله زي اللؤلؤ. وكمان خدوش مني وقت، ما خدوش كده، ما خدوش ربع ساعه. رحت نزلت بقى حضرت فطار على السريع. قلنا خلاص كده احنا هنعتزل من تحت، نقعد فوق في الشمس. رحت حضرت بقى، امرت العيش الشمسي الله اكبر والبخار طالع منه. والله مخبوز امبارح كان، جبت قبلها بيوم يعني. امرته تاني، قلت عشان يبقى اطرى ويبقى احلى لما يسخن. وده المش اهو. بصي مرضيتش ارميه، اللي مصفيه مرضيتش ارميه. فكانت تصفيه المش وكده، وان انا بجدد في البلاص، مرضيتش ارمي المش. واديكم هتشوفوا والله ولا فيه اي حاجه زي الكهرمان. قلت ارميهم ليه، ده خساره. بصوا وبوريكم الطبيعه والجو اللي احنا قاعدين نفطر فيه. اللهم صل عليك سيدنا محمد. في بعد كده فطار، في بعد كده قعده. والله لو قعدنا وكلنا تحت احنا، بص الشمس علينا اهي، في والجو حوالينا زي طبيعه، لا حاجه تاني. بص المش زي الكهرمان. الله اكبر. بألف هنا على قلوبكم وعلى قلوب كل اللي اكل. وربنا يا رب يسعدنا ويسعدكم. ودي فيديو من فيديوهاتي، وده روتين من روتيناتي. ربنا يا رب ما يحرمنا يا رب من بعض. وما كانش لسه الساعه 9 جت. شوفي اللي فطرنا.